من داخل نادي الزمالك على حقيقة الاهتمام باللاعب المغربي أيمن تيرازي ظهير أيمن فريق حسنية أغادير، حيث تردد أن اللاعب في اهتمامات الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأن اللاعب مواليد 2005 ويمكن قيده تحت السن، يمنح الفريق فرصة تدعيم الجبهة اليمني بلاعب أجنبي دون التأثير على القائمة الأساسية للفريق الأول وقائمة الأجانب الأساسية عن موعد وصول المغربي عبد الحميد معالي لاعب الفريق الجديد للقاهرة، وذلك بعد إنهاء النادي كل التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة خلال الأيام الماضية. سيصل غداً الجمعة، وذلك من أجل الخضوع لجلسة التصوير والإعلان عن الصفقة والانتظام بمعسكر الفريق في العاصمة الإدارية للاستعداد للموسم الجديد. رفض نادي الزمالك عرضاً من أحد الأندية المتواجدة في الدوري السعودي لضم محمد صبحي، على الرغم أن العرض كان ب2 مليون دولار، وطالبت إدارة نادي الزمالك 3 مليون دولار لبدء فقط في المفاوضات على رحيل محمد صبحي. كشف نادي الزمالك عن إتمام التعاقد مع لاعب وسط البنك الأهلي أحمد ربيع، والذي سينضم إلى معسكر الفريق الأبيض خلال الساعات القليلة المقبلة. جاء ذلك بعد إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى القلعة البيضاء. أحمد ربيع قد وقع على عقود انضمامه للزمالك لمدة 5 مواسم في صفقة شهدت انتقال لاعب الزمالك مصطفى شلبي إلى صفوف البنك الأهلي، حيث حصل الأخير على الاستغناء الخاص باللاعب كجزء من الاتفاق، ومن المقرر أن يلتحق مباشرة بمعسكر الزمالك المغلق، ويتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات قليلة.